كل حلفائك باعوك يا ريتشارد. الكل بيحاول الهروب من نادي الأهلي. بعد وصول زيزو للنادي الأهلي كل أبناء الأهلي بتحاول النط من المركب وترك النادي الأهلي. في البداية بس خليني أعرفك كده إن تامر النحاس وكيل اللاعبين كشف لنا عن عقد زيزو الحقيقي. بيقول لك عقد زيزو يتجاوز 110 مليون جنيه، وكمان كان فيه منحة تعاقد 150 مليون جنيه. الموضوع ده اللي أثار غضب كل لعيبة النادي الأهلي، بداية من وسام أبو علي اللي قال للنادي الأهلي ازاي أنا لاعب محترف وزيزو لاعب محلي وياخد المبلغ ده وأنا ما باخدش نص المبلغ ده، وقرر إن هو يمشي وقال أنا مش قاعد في النادي الأهلي. كمان إمام عاشور بعد ما عرف بعقد زيزو قال لك ازاي أنا هداف الفريق وأنا أفضل من زيزو وعقدي ما يجيش ربع عقد زيزو، لازم عقدي يتساوى بزيزو. مشاكل كتير داخل النادي الأهلي بسبب عقد زيزو المبالغ فيه. لعيبه كتير قررت تسيب النادي الأهلي، بداية من رامي ربيعة وقلنا وسام أبو علي وقلنا إمام عاشور اللي عامل مشاكل دلوقتي. كمان أحمد عبد القادر بيقول للخطيب لا عايز النادي الأهلي ولا عايز فلوس النادي الأهلي. أحمد عبد القادر عايز يروح نادي الزمالك وقدامه عرض من الزمالك وعرض من بيراميدز، بس هو قال لك أنا عايز أروح نادي الزمالك. في الخطيب رافض تماما إن أحمد عبد القادر يروح بيراميدز أو الزمالك. عمل المستحيل مع أحمد عبد القادر عشان أحمد عبد القادر يتراجع عن قراره، وجاب إعارة لأحمد عبد القادر بمبلغ وقدره، وقال لأحمد عبد القادر كده من خلال وكيله خد كل الفلوس ومدد للأهلي وهنطلعك إعارة، مش عايزين فلوس منك، كل الفلوس اللي هتيجي من الإعارة خدها ليك. إلا إن أحمد عبد القادر رد على الخطيب وقال لا عايز أقعد في الأهلي ولا عايز فلوس النادي الأهلي. الكلام ده طلع وقاله كابتن أبو المعاطي زكي عن لسان محمود الخطيب. الغريب ان بعد رفض احمد عبد القادر محمود الخطيب قرر تجميد احمد عبد القادر. طالما مش عايز تقعد في الاهلي انا هجمدك وهخليك قاعد على الدكه لحد عقدك ما ينتهي، او هخليك بره ال 18 وتدرب مع الناشئين. وكل ده ليه؟ كل ده عشان خاطر كابتن زيزو ياخد اللي هو عايزه.